لو انا جيت لجمهور الزمالك سنة 2002 وقلت لهم ان الفريق ده هيغيب عن عرش تتويج افريقيا لمدة تقرب الربع قرن، هل هيصدقوني ولا يقولوا عليا مجنون؟ اظن ان هم هيقولوا عليا مجنون. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل ما نبدأ الفيديو، ما تنساش على النبي، صلى على النبي واحد الله. لو بتتفرج على الفيديو ده فاضطر روح سلم، بعد كده ارجع اتفرج على الفيديو. ما تنساش دوس لايك، تشترك في القناة، الكلام الجميل ده كله، سيب لنا كومنت، سيب لنا بصمتك تحت. بس في القرن العشرين الزمالك كان سيد اسياد افريقيا، كان غيابه ساعتها طبعا شبه مستحيل. دلوقتي بقى وانت بتتفرج على الفيديو ده، الزمالك غايب عن عرش افريقيا بقاله حوالي داخل في الربع قرن، هو بقاله 24 سنة غايب عن عرش افريقيا. هيجي واحد زملكاوي مستجد، اللي هو الجيل الجديد ما بعد سان داونز 2016، هيقول لي هو انا ليه عايش في ديجا فو؟ ليه كل الاحداث الوحشه بتتكرر؟ فشل اداره، تغيير مدربين، بيع لاعبين النجوم، اللعيبه الجامده بتروح للفريق المنافس، وهكذا وهكذا وهكذا. انا جاي اقول لك كلمه واحده، ان مشكله الزمالك حاجه واحده بس، وهي الفلوس. معاك فلوس هتنجح وتاخد بطولات، معكش فلوس هتعمل المستحيل عشان تاخد الدوري. وزي ما شفنا بيراميدز، ده اكبر مثال اهو، لا عنده تاريخ ولا عنده جمهور، بالفلوس بس خد افريقيا في خلال كام سنة. كمال درويش رئيس نادي الزمالك سابقا اتسأل في مقابلة قبل كده، ليه ما قدرتش تحافظ على الجيل الذهبي بتاع الزمالك؟ رده كان صريح، وهو قال الفلوس طبعا. الزمالك فضل يقع تدريجيا، واحدة واحدة واحدة، والثابت الوحيد هو جمهور الزمالك. الجمهور كان مع كل موسم سيء خلاص يقولها خلاص هنجرب تاني، الموسم اللي بعده هتظبط ان شاء الله، ندعم ندعم ندعم. ولكن يا اما الموسم بيبقى اسوأ، يا اما بيفضل زي ما هو سيء، والاقلية ان هو في تحسن بسيط وبنرجع تاني زي ما احنا. اندية جماهيرية كتير قوي بتتهدم، زي نادي المنصورة ونادي غزل المحلة، والثابت الوحيد هو ونادي الاسماعيلي مؤخرا، والثابت الوحيد هو نادي الزمالك. وبسبب جمهوره طبعا، لان جمهوره مش شايف غير رسالة واحدة بس، هي احنا الملوك، احنا الزمالك. بس يا صديقي، الزمالك بعد غياب 3 سنوات عن دوري ابطال افريقيا يعود مرة اخرى الحمد لله. وانا مش جاي اتنبأ، استغفر الله، انا جاي اقول لك ان الجمهور المرة دي مش هيحل. بعد الموسم اللي فات، موسم اعجازي البطل الوحيد فيه هو جمهور الزمالك. رحلة جديدة، حلم جديد، اي نعم صعبة نوعا ما، بس جمهور الزمالك قدها، ونادي الزمالك بتاريخه قدها. بس كده يبقى الفيديو خلص. لو عجبك الفيديو دوس لايك، لو ما عجبكش دوس لايك برضه، واشترك في القناة لو انت مش مشترك. صلي على النبي، وحد الله، واحمد ربنا على اي نعمة هو مديها لك. ممكن ما تبقاش حاسس بالنعمة دي، لكن هتحس بيها لو افتقدت، لو ربنا خدها منك، وان شاء الله ربنا ما ياخدهاش منك. بس انت حط لايك. سلام.